موتسيبي يعقد اجتماعا عاجلا لإلغاء عقوبات المغرب، والفيفا توجه رسالة للمغرب قبل كأس العالم 2026. موتسيبي الآن يدعو لاجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للكاف اللي غيكون يوم 13 فبراير بالعاصمة تنزانيا دار السلام. سمع مزيان وتمتع لمناقشة التعديلات الجديدة للهيئة القضائية. هادشي شنو سببه؟ سببه ما حدث في النهائي ديال الكان والعقوبات اللي صدرت مخففه على السنغال وما تسحبش اللقب، والمشكل اللي وقع انهم عاقبوا اللاعبين المغاربه والجامع الملكي المغربي كرة القدم، الصباري وحكيمي موقفين. المغرب ما سكتش. اذا هادشي اللي كان خصنا دائما نديرو، تنقولها دائما، طبق على القانون، وقف بطريقه قانونيه، استند للقانون. المغرب مازال تيقولها، وفي الطعون ديالو وفي الاستئناف اللي غيمشي فيه، وكذلك في اللجوء للطاس قال لك اودي نريد فقط تطبيق القانون. الماده 82 84 الماده 82 84 ما تكتبهاش باش نزوقوا بها، تكتبات باش اننا ننفذوها ونطبقوها. هذه الوقفه ديال المغرب.